ويعرفوا منه اذا عرف معلومات عن جن ولا لا. ولما بيروحوا لقصره بيعرفوا انه مات هو وعيلته والخدم، وبتحس ليان ان اللي موته حد تبع دولة ياو، وبتشيل نفسها ذنب اللي حصل له هو وعائلته، لان لولا هو ساعدها وسلمها خريطة المدينة ما كانش مات. وبيهون عليها جن وبيقول لها ان ملهاش ذنب وان هي كانت عاوزة تنقذ المدينتين وفعلا نجحت. فبتقول ليان انها هتفضل تحمي مدينة نانجلان وهتتحمل المسؤولية للنهاية وتخلي رئيس الغرفة التجارية يرتاح في تربته. وبنروح لمكان تاني اسمه جبل الارواح الخمسة، وده يبقى مكان بيعلم فنون الطب والعلاج. وبنشوف واحد واقف بيعزف اسمه هوانج، وبيجي له المساعد بتاعه بيقول له ان في شخص عنده قوه خارقه وساعد جيش دوله تاي وخلاهم ينتصروا، ده غير ان في جريمه حصلت في مدينه نانجلان. وبيحس هوانج ان كل ده ليه علاقه بالساحر، وبيقرر ينزل ويبحث في الموضوع بنفسه. وبنعرف ان الساحر ده كان من جبل الارواح الخمسه لكنهم طردوه. وبنشوف ان القائد وحراسه اللي تبع الامير دانج قدروا يدخلوا مدينه لو بطريقتهم رغم الحراسه المشدده، وبيبقوا حاسين انهم قريبين من مكان الامير دانج، خصوصا ان رئيس الغرفة التجارية مات على طول بعد ما مشيوا. وبعد يومين بنشوف ان في مهرجان في مدينة لو، وليان لأول مرة بتهتم بشكلها وبتلبس فستان جميل، وبتخرج هي وجن والاتنين نظراتهم لبعض بتبقى كلها حب، لكن محدش بيبادر وبيعترف للتاني. وهوانج هو كمان بيبقى نزل المدينة وهناك بيتعرف على هيون وبيعجب بشخصيتها. وتاني يوم بيبقى الامبراطور طلب من ولي العهد انه يروح للمعسكر ويوزع مكافآت على الجيش بسبب انجازاتهم في الحروب اللي فاتت. وليان بتقدم لجن سلسلة فيها خرزة جواها نقطة من دمها، وبتقول له ان الكام يوم دول هتبقى مشغولة مع ولي العهد، فلو حصل اي حاجة ممكن يبقى ياخد نقطة الدم اللي في الخرزة. وتاني يوم ليان وسانج وهان وكام جندي بيروحوا يستقبلوا ولي العهد، وليان بتبقى بتتعامل برسمية جدا رغم انها اتربت مع ولي العهد. وبنعرف انهم زمان كانوا بيحبوا بعض، لكن الامبراطور خلى ولي العهد يتجوز واحدة تانية، وعلشان كده بيبقى اضطر يسيب ليان، لكن حبه ليها طول السنين دي ما قلش للحظة. وفجأة بيهجم عليهم مجموعة اشخاص، وليان بتبقى بتحاول تحمي ولي العهد، وهو بيلاحظ ان في حد بيقرب منها فبيروح لها بسرعة علشان يلحقها، وبيتجرح بالسيف مكانها، وبياخدوا ولي العهد بسرعة للقصر بتاعها. والجن بيشم ريحة دمها، ولما بيخرج بيلاقيها ايديها مجروحة وبتنزف، وبيبقى عاوز يعالج لها الجرح لكنها ما بتهتمش بنفسها وبتبقى عايزة تطمن على ولي العهد الأول. وده بيخلي الجن يتضايق، خصوصا انه عارف بعلاقتهم زمان. الدكتور بيجي وبيعالج إصابة ولي العهد، وولي العهد طبعا بيكون مستغرب من وجود راجل في قصر الجنرال رغم ان كل حراسها بنات، فبتعرفه انه انقذ حياتها قبل كده ومالوش حد، فخدته وقدمت له شغل، فبيطلب منها تستدعيه، فبتروح تجيبه وهي قلقانه. بيجي جن بيبقى مش طايق ولي العهد، بيكلمه باسلوب وحش وبيستأذن منه، وبياخد ليان وبيمشوا علشان يعالج لها جرح ايدها. وبننتقل عند الامبراطور اللي بيستدعي الامير ليو، بيبقى عارف انه هو اللي بعت اشخاص تهاجم ولي العهد، وبيزعق له لانه كان هيبوظ له خطته. وبنعرف ان الامبراطور باعت ولي العهد لان في ظاهره اسمها اقتران المريخ بنجمه القلب هتظهر الشهر الجاي، وبيبقى الامبراطور عاوز يستغل الفرصه ويعمل طقوس معينه عشان تساعده انه يعيش اكتر ويفضل حاكم. وعلشان يعمل الطقوس دي بيبقى لازم ولي العهد يقدم نفسه كقربان بدل الامبراطور، والمكان المناسب اللي هيتعمل فيه الطقوس هو مدينه لو، وعلشان كده بيبعتوا له هناك. والامبراطور بيأمر الامير ليو يسافر هو كمان ويساعد في الطقوس ويخلي اخوه يوافق يضحي بنفسه، وهو طبعا بيوافق لان كده كده كان نفسه يخلص منه من زمان، لان الامبراطور اختاره يبقى ولي العهد رغم انه هو اصغر منه، ودلوقتي بيبقى عارف السبب. وولي العهد بيبقى عاوز يكافئ جين زي ما كافئ الجنرال والجيش، لكن جين ما بيهتمش وبيطلب ان الهدايا دي تتوزع على البنات اللي في القصر. ومساعد ولي العهد بيتعصب من تصرفه وعدم احترامه لولي العهد، لكنه بيقول له يسيبه لانه كده كده فقد الذاكره ونسي حاجات كتيره من ادب السلوك. والجن بيستغرب انه عرف بموضوع فقدان الذاكره، وبيفتكر ان ليان هي اللي قالت له. وبعدها بيقول ولي العهد للجن انه راح يصطاد، لان زمان ليان كانت بتحب السمكه اللي بيصطادوا ليها، ولو عاوز يجي معاه يجي. والجن طبعا بيتغاظ وبيروح فعلا معاه، لكن ما بيسيبلهوش اي فرصه وبيفضل يضايقه من غيرته على ليان. وكمان بيبقى عاوز يتحدى في الشرب، وعلشان كده بيروح لهيون وبيطلب منها تديله دواء يخليه يستحمل الشرب من غير ما يتعب، وهي فعلا بتديله لكن مختلف عامل زي الفيتامين. وكل ده علشان تخلص من زن، وهو بقى ما بيصدق وبيروح يتحدى ولي العهد بكل ثقه. ومع اول كام كوبايه ما بيكونش في وعيه، اما ولي العهد ما بيحصلوش حاجه، بيفضل جن يضحك ويتصرف تصرفات غريبه بسبب المشروب اللي شربه، بيبقى عامل زي المجنون. وهنا بتدخل ليان عشان تاخده بسرعه وبتعتذر من ولي العهد، وبتاخد جن وبتوديه لاوضته، وولي العهد بيبقى بيراقبهم
وبتتأكد ان في حاجة بينهم فعلا. وتاني يوم ولي العهد بيحضر الاكل اللي بتحبه ليان وبيستناها علشان تيجي تفطر معاه، وبيقول له المساعد بتاعه انها ما خرجتش من اوضه جين من امبارح، فبيقول له انه هيفضل مستنيها. وبعد شويه بتخرج ليان، ولي العهد بيكون عاوز يرجع ذكرياتهم سوا، وبيجيب غصنين وبيكون عاوز تبارزوا زي ما كانوا بيعملوا وهم صغيرين. وجين بيبقى بيراقبهم وهو متضايق، وبيتضايق اكتر لما بيسمع ولي العهد بيقول ان هو لو فاز هياخد دبوس الشعر اللي هي لابساه. طبعا الدبوس ده جين كان جايبه لها هديه، وعلشان كده بترفض ليان وبتقول له ان زمان كانوا صغيرين، اما دلوقتي هو سيدها وما ينفعش تبارزه. لكن ولي العهد ما بيهتمش، وعلشان كده بتقرر ليان تبارزه وتكسب علشان ما ياخدش الدبوس منها. وفعلا بتبارزه بكل مهاره، وبالغلط بتضربه بالغصن على ظهره، فبيتعب ولي العهد والمساعد بتاعه بيزعق لها، وهي طبعا بتبقى خايفه عليه انه ما كانش قصدها فعلا. وبيجي جين لانه بيبقى شامم ريحه غريبه على ولي العهد، وبيشوف الجرح بتاعه وبيلاقوه شكله غريب، وبتيجي هيون وبتعرفهم انه مسموم. وليان بتروح لجثث الاشخاص اللي هاجموهم وبتدور في الاسلحه بتاعتهم، وبتلاقي سيف منهم عليه سم. وغير كمان ان الشخص صاحب السيف بيختلف عن باقي الاشخاص اللي هاجموهم، وبتحس ان في حاجه غلط، وبتطلب من هان يبحث اكتر في الموضوع من غير ما حد يعرف، فبيوافق وبيمشي. وبترجع بعدها لأسرها وبتقابل هيون اللي بتعرفها ان السم اللي في جسم ولي العهد خطير ونادر، وانها واخذته بالإبر كعلاج مؤقت لحد ما تدور على الترياق بتاع السم. ولما بتدخل ليان لولي العهد بيطلب منها تسامحه على خذلانه ليها من سنين، وبنعرف انه فضل يترجى والده الامبراطور علشان يخليه يتجوزها، لكن ساعتها الامبراطور هدده بحياتها، فعلشان كده ولي العهد رضي بالامر الواقع واتجوز حد غيرها. وبيكمل ولي العهد كلامه وبيقول لها انه عمل كده علشان يحميها رغم ان القرار اللي خده كان صعب عليه. وبعدها بينام من التعب، وليان بتفهم قد ايه هو عانى زيها وانه ما كانش في ايده حاجه. وعند جين بيسمع صوت حد بيحاول يدخل البيت، ولما بيروح يشوف بيلاقي ان في شخص فعلا، وبيبقى ده القائد اللي اول ما بيشوف جين بيتصدم وبيناديه بامير الجنوب، والجين بيضربه وبيوقعه، والقائد بيمشي بسرعه علشان يروح يبلغ الباقي، لكن ما بيلحقش لان الساحر بيجي وبيخلص عليه وبيمشي. هوانج بيجي وبيلاقي القائد مقتول، وبيعرف ان الساحر هو اللي قتله، وبيجي جين وبيهاجمه، وبيبقى فاكر ان هو اللي خلص على الشخص اللي اقتحم بيت الجنرال، وكمان بيشم نفس الريحه اللي شمها على السم اللي اتصاب بيه ولي العهد، وعلشان كده بيهاجمه وبيقرر ياخده معاه للقصر ويشوف اذا كان ليه يد ولا لا. وهوانج اول ما بيشوف الوشم بتاع جين بيفهم ان هو الدميه اللي بيدوروا عليها، وبيوافق يروح معاه، وبياخدوا جين لاوضه ولي العهد لان الكل بيبقى هناك، وبيحكي لهم جين اللي حصل. وطبعا هيون بتبقى عارفه هوانج، فبتقول له ليان يسلمهم الترياق وهتسيبه يمشي. فبتتكلم هيون وبتقول لهم ان خلاص ولي العهد ما فاضلوش غير كام ساعه ويموت لان السم انتشر في جسمه. فبيقول لهم هوانج انه ممكن يعالج اي نوع سم. فبتساله ليان لو هو من جبل الارواح الخمسه، فبيقول لها ان ولي العهد ما بقاش ليه كتير فالاحسن يعالجه، وبعدها يبقى يشرح لها. وبيبدا يعالجه فعلا، وبيجرح دراع ولي العهد وبيحط فيه دوده هتمتص السم اللي في جسمه، وبيطلع ان الريحه اللي شمها جن عليه هي ريحه الدوده دي، وفعلا بيخرج ولي العهد دم من بقه وكمان الدوده، وبياخدها هوانج مره تانية. وهيون بتفحص جسم ولي العهد بتلاقي السم اختفى فعلا، وكام يوم وهيبقى كويس. وبتفرح ليان وبتشكر هوانج وبتطلب منه يقعد في قصرها علشان يساعدهم في رعايه ولي العهد، وهو بيوافق رغم انه بيفهم انها عاوزه تستجوبه. ولما بيروح هوانج الاوضه اللي هيقعد فيها بيروح له الجن، وهنا بقى هوانج بيعرفه انه عارف حقيقته، وان التعويذه اللي مستخدمها عليه دي تعتبر كنز من كنوز الجبل بتاعهم، وانهم كانوا محافظين على الكنز ده لان قوته خطيره، لكنه اتسرق ودوروا عليه وما لقوش حاجه. لما سمعوا عن المقنع الخارق فهموا انه الموضوع مرتبط بيه، وان شوانج ممكن تكون في خطر بسبب انه بيمتص دمها. فبيقول له الجن انه مستحيل يأذيها، ولو قوته هتأذيها مش هيستعملها. فبيقول له انه هيتحول لدمية ظل بالكامل ومش هيعرف يتحكم بنفسه، وده هيأثر على ليان لانها السيد بتاعه وبينهم عهد الدم. والجن بيبقى شايف ان هوانج سبب من اسباب القوه اللي في جسمه، لان الكنز ده بتاع جبل الارواح الخمسه اللي هو منه، وعلشان كده ما بيكونش عنده ثقه فيه، وبيحذره علشان ما يقولش حاجه لليان ويخوفها. وبتعرف ليان من سانج ان الامير ليو جاي هو كمان ليهم، وبتقول له انهم لازم يستقبلوا كويس. وتاني يوم جين بيحضر الفطار عشان ليان وبيتكلم معاها، وبيقول لها انه سمع كلامها امبارح مع السانج وعرف ان الامير جاي هو كمان، وانه مستعد يحمي حياه ولي العهد لانه ممكن يكون الامير هو اللي عاوز يخلص منه علشان العرش. فبتوافق ليان لان بيبقى عندها نفس الشك، وبعدها بتقول له انها تروح تسال هوانج عن قوته الغريبه، وبنعرف سر وجودها في جسمه. فبيوقفها جين وبيحضنها وبيقول لها انه ساله وقال له يخلي باله ويحاول يسيطر على قوته وهيبقى كويس. بيوصل الامير لمدينه لو، بيبقوا مجهزين ليه قصر لوحده ولا كانه هو ولي العهد. بعدها بيروح
لقصر ليان فجأة من غير ما يعرفهم، وليان بتعتذر له علشان ما استقبلتوش، فبيكلمها الأمير بطريقة مش حلوة وبيبقى بيهددها تهديد مبطن علشان تساعده بعد كده لو احتاجها في حاجة، وهي طبعا ما بتكونش عارفة ترد تقول ايه. وبيجي ولي العهد والجن وبيقفوا جنبها كأنهم بيسندوها، وبيطمن الأمير على إصابة ولي العهد، وبعدها بيسألهم لو عرفوا مين اللي هاجموا، فبتقول له ليان إنهم بيبحثوا قريب هيعرفوا وهيبعتوا للإمبراطور التفاصيل. فبيقول لهم الأمير إنه واجبه يتأكد إن أخوه بأمان، وعلشان كده هيخلصوا من كل الحرس اللي كانوا معاه، لأنه ممكن يكون حد فيهم مشترك مع الأشخاص اللي هاجموا ولي العهد، وإنه هيحط حراس تانيين هو واثق فيهم أكتر. بعدها بيشاور لحراسه علشان ينفذوا، وفعلا بيروحوا يخلصوا على حراس ولي العهد، وولي العهد بيبقى واقف مصدوم وما بيكونش عارف يرفض قراره بسبب باباه بالإمبراطور. وبعدها الأمير بيلاحظ جن وبيسأله هو مين، فبيقول له إنه من حراس الجنرال، وهنا علشان يحرس ولي العهد في الفترة اللي هو قاعد فيها. وهنا الأمير بيفضل يتريق على ليان وبيلمح إنها على علاقة بجن وولي العهد، فبيوقفوا الجن وبيقول له إنه معجب بذكائه. فبيسأله ولي العهد قصده على إيه، فبيقول له إنه قصده على معرفته إن ولي العهد اتسمم، وده معناه إنه متابع كل حاجة تحصل مع ولي العهد. فبيحس الأمير إن الجن مش سهل، وبيقول لهم إنهم هيتغدوا كلهم سوا، وكمان يجيبوا الدكتور اللي عالج ولي العهد يقعد معاهم. وبعد شوية بيتجمعوا كلهم، وبيبقى الأمير متعمد إنه يضايق ليان ويحاول يمسك إيديها، وهنا جن ما بيستحملش وللأسف قوته بتسيطر عليه وما بيكونش في وعيه، وده بيخلي ليان تتعب هي كمان. وهوانج علشان ما يكشفش هوية جن بياخده بسرعة لبره، لكن جن بيهاجمه هو كمان وبيبقى واضح إنه مش في وعيه خالص. ولما بيرجع لوعيه بتختفي قوته، بيتصدم وبيقول له وانج إنه كان ممكن يموتهم كلهم بسبب قوته اللي سيطرت عليه، وإنه ما فيش وقت ولازم يجي معاه. لكن جن بيرفض لأنه مش عاوز ليان تفضل لوحدها، فبيقول له إنه هو أكبر خطر ليها. بتيجي هنا ليان وبتطمن إنه كويس، وهو بيعتذر لها علشان لو أذاها، لكنها بتقول له ما يقلقش وإن هي بخير وما حصلهاش حاجة. وبعد شوية بيبقى الأمير هيمشي وبيتعمد يهين ولي العهد قدام الكل، وبيطلب يوطي وبيقف عليه علشان يطلع للعربية بتاعته. وهنا ليان بترفض، فبيقول لها الأمير تعمل هي مكانه، ولي العهد بيرفض وبيوطي له قدام الكل، والأمير بيطلع عليه بكل تكبر. والجن بيفهم إن شخصية ولي العهد ضعيفة، وبيبقى شايف إن هو لو فضل كده مش هيعرف يمسك الحكم. وبيروح بعدها ولي العهد لأوضته وبيفضل يكسر في الحاجة، وليان والجن بيروحوا له وبيهدوه. وبعد ما بيخرجوا من عنده جن بياخد ليان لمكان في أعماق الجبال، وبيبقى عبارة عن شجرة ضخمة فيها ورود جميلة، وبيقعدوا عليها هما الاتنين وبيستمتعوا بالمنظر اللي هناك. وبيقول لها الجن إنه عرف إن النهاردة عيد ميلادها وعلشان كده جابها لهنا، فبتقول له إنه مش يوم عيد ميلادها الحقيقي، وإنما اليوم اللي جابها باباها تعيش معاهم وتبناها، وإنها ما تعرفش يوم ميلادها الحقيقي. فبيقول لها إن هو كمان ما يعرفش يوم عيد ميلاده ومش فاكر حاجة، وعلشان كده هيعتبروا إن النهاردة عيد ميلادهم هما الاتنين. وبتبص له ليان وهي فرحانة لأن أخيرا لقيت شخص يحبها بجد ويكون معاها على الحلوة والمرة. بنوقف مسلسلنا لحد هنا، لو عاوزين الجزء التاني اكتبوا لنا في الكومنتات. سلام.